السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله معانا الجذور التكعيبية، وده يعتبر آخر درس في الوحدة الأولى. طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي غزة إن ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. وبسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين. النهارده هنتكلم على الجذور التكعيبية. بس تعالى كده لو قلت لك 3 في 3 في 3 بكام؟ بعد مناقشات طويلة هتقول لي 3 في 3 في 3 بكام؟ ب27. حلو. من هنا هنبدأ نشتغل على فكرة إن الجذور التكعيبية علشان أجيبها لازم العدد يتضرب في نفسه كم مرة؟ 3 مرات. والعدد يتضرب في نفسه، يعني ما ينفعش تقول لي 3 في 4، لازم العدد في نفسه، وده اسمه التكعيب. يبقى لما أجي أقول لك 3 في 3 في 3 ب27، من هنا نستنتج إن الأعداد او الجذور التكعيبيه اقدر اجيبها من الكلام ده. بمعنى ان انا مثلا لو قلت لك بقى ايه، تعالى هنا عايزك تجيب لي الجذر التكعيبي. اولا ده شكل الجذر التكعيبي. تعال نفرق بين شكل الجذر التكعيبي والجذر التربيعي. ده شكل الجذر التربيعي ممكن يتكتب كده اهو، وممكن يتكتب، بس هو مشهور دايما ان هو بيتكتب كده اهو. فده الجذر التربيعي وده الجذر التكعيبي. الجذر التربيعي كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت إن العدد يتضرب في نفسه كم مرة؟ مرتين. يتضرب في نفسه مرتين، 3 في 3، 4 في 4، وهكذا. أما الجذر التكعيبي اللي هو ده شكله دايما بيبقى أس 3 أو مكتوب هنا 3، فده الجذر التكعيبي. وده العدد يتضرب في نفسه كم مرة؟ 3 مرات. طب تعال ناخد المثال اللي احنا قلناه. لو قلت لك أنا عايز الجذر التكعيبي لل27، لما اجي اقول لك انا عايز الجذر التكعيبي للعدد ال 27، يعني ادور ايه العدد اللي يتضرب في نفسه كم مره؟ 3 مرات يديني 27. فهو التلاتة في 3 في 3، الكلام ده بكام؟ ب 27. ال 27 اداني اللي تحت ايه؟ الجذر. يبقى ده هو الجذر التكعيبي، ان العدد يتضرب في نفسه 3 مرات يدينا اللي تحت الجذر. طب تعالى هنا لو قلنا في الجذر التربيعي، بفكرك بيه بالمره. لو قلت لك الجذر التربيعي لعدد 16 كام؟ اشوف العدد اللي يتضرب في نفسه كام مره؟ مرتين، اللي هو كام؟ الأربعة في أربعة، 4 في 4 ب16، اداني اللي تحت الجذر. بعد كده هنتكلم عن الجذر التكعيبي لعدد مكعب كامل. اللي شرحته في الاول يعتبر هو ده الدرس كله ببساطه، بس هنتكلم فيه شويه. يعني ايه الجذر التكعيبي لعدد مكعب كامل؟ في المربع بيبقى مربع، اللي هو الجذور التربيعيه كان عدد مربع. هنا التكعيبيه مكعب، يعني بيتضرب في نفسه كم مره؟ 3 مرات. بيقول لك ايجاد الجذر التكعيبي لعدد ما، يعني بيقول لك علشان تجيب الجذر التكعيبي لاي عدد، لعدد ما يعني اي عدد، قال لك إيجاد، هنعمل بقى إيه؟ قال لك إيجاد العدد الذي إذا ضرب في نفسه كم مرة؟ 3 مرات، لأن ده تكعيبية. نحصل على العدد الموجود في الجذر التكعيبي. يبقى علشان نجيب العدد 3 مرات نجيب الجذر التكعيبي، نشوف العدد اللي يتضرب في نفسه 3 مرات يديلنا اللي تحت الجذر التكعيبي. تمام. تمام. تعال ناخد امثله علشان نفهم الكلام ده. لو جيت قلت لك ايه هو الجذر التكعيبي لل 64، دوت شكل الجذر التكعيبي لل 64. عايزين نشوف ايه العدد اللي يتضرب في نفسه كم مره؟ 3 مرات. يعني عايزين نعرف ايه هو العدد اللي يتضرب في نفسه 3 مرات يدينا ال 64. عندك الاربعه والاربعه والأربعة، يعني 4 في 4 في 4 ب64. يبقى الجذر التكعيبي لل64 كام؟ 4. يبقى هو ده خلاصة الكلام ده. علشان أجيب الجذر التكعيبي لأي عدد، أشوف العدد اللي يتضرب في نفسه كام مرة؟ 3 مرات يدينا اللي تحت الجذر. طب تعالى كمان ناخد مثال. لو قلت لك إيه هو الجذر التكعيبي مثلا للعدد ال27، يعني عايز أعرف إيه العدد اللي يتضرب في نفسه، ايه العدد اللي يتضرب في نفسه 3 مرات يدينا اللي تحت الجذر دوت. هيبقى 3 3 3. ليه؟ 3 في 3 في 3
ب27. ففعلا إن الجذر التكعيبي لل27 كام؟ 3. تعالى ناخد كمان مثال. قلت لك إيه هو الجذر التكعيبي لل8؟ يعني عايز أعرف إيه العدد اللي يتضرب في نفسه كام مرة؟ 3 مرات يديلنا اللي تحت الجذر، هيبقى 2 2 2. يبقى إذا الاتنين هي اللي هتديلنا الجذر التكعيبي لل8. 2 في 2 في 2 ب8. يبقى فعلا هي الاتنين لو ضربت نفسها 3 مرات تديلنا اللي تحت الجذر. تمام. بعد كده في شوية حاجات أنا عايزك خلي بالك منها. إيه هي؟ أول حاجة لازم تعرفها إن عندك الجذر التكعيبي لصفر بكام؟ بصفر. زي اللي خدناه في الجذور التربيعية، الجذر التربيعي لصفر بكام؟ بصفر. تمام. تاني حاجة عايزك تاخد بالك منها، إن الجذر التكعيبي لأي عدد أهو رمزناه بالرمز إيه؟ يعني أي عدد، الجذر التكعيبي لأي عدد وتحط له الإشارة بتاعته تكون له نفس الإشارة. يعني إيه؟ مثلا في الحتة دي، وهناخد وقت شوية أمثلة هنا. لو جيت قلت لك الجذر التكعيبي مثلا، الجذر التكعيبي أهو مثلا -7 أس 3 مثلا، هتطلع لي الإشارة بتاعته بره عادي. فده المقصود بالجذر التكعيبي. لأي عدد بيكون له نفس الإشارة. يعني هنا لو سالب يبقى برضه سالب إن. تمام. بعد كده تالت حاجة عايزك تاخد بالك منها، إن الجذر التكعيبي، كل احنا بنتكلم في الجذر التكعيبي، إن الجذر التكعيبي للإي أس كام؟ 3 إن بتساوي إي أس إن. إي أس كام؟ 3 إن بتساوي إي أس إن. يعني بمعنى أصح إن هي الإن مضروبة في نفسها كام؟ 3 مرات. أنا عايزها مرة واحدة. أقول لك على حاجة بسهولة، لما أجي لك مثال زي ده اقسم الرقم ده على التلاتة يطلع لك الإيه. تمام؟ تمام. دي اللي كنا خدناها في الجذور التربيعية لو تفتكر. كانت ساعتها بالمنظر ده، كان جذر ايه اس 2 ان، وساعتها كانت بتساوي ايه اس ان. كنت بقول لك دايما نقسم على الاثنين. هنا الجذر التكعيبي هنقسم على كام؟ على الثلاث. تمام. طب تعالى نشوف ايه كمان. ان لو جالك مثلا مثال زي ده، الجذر التكعيبي ل 216. هنا الجذور التكعيبيه ده، هنا الرقم ده كبير جدا. قال لك نعمل ايه؟ هنحلل زي برضو الجذور التربيعيه. لو ادالنا جذر تربيع والرقم كبير، انا مش يعني مثلا هنا مش هتعرف كام في كام مضروب في نفس 3 مرات عشان نطلع الناتج، فصعبه. بنعمل ايه؟ قال لك بنحلل. تمام. تعال نحلل الناتج ده واحده واحده. اهو هنحلل. هنقول 216 هنقسم على كام؟ على الاثنين. تنفع لو قسمنا على الاثنين فيها 180. اقسم برضو على الاثنين تاني، هيبقى فيها كام؟ ال54. طب اقسم على الاثنين كده تاني، فيها كام؟ 27. حلو. نقسم على الاثنين تاني، لا مش هتنفع. تنفع على كام؟ على الثلاثة. 27 على الثلاثة فيها كام؟ 9. اقسم التسعة على كام؟ على الثلاثة. فيها الثلاثة. وثلاثة على الثلاثة فيها كام؟ الواحد. يبقى 3 على الثلاثة فيها كام؟ الواحد. تمام. تمام. لو تلاحظ ان هنا الاثنين مضروبة في نفسها كام مرة؟ 3 مرات. والثلاثة مضروبة في نفسها كام مرة؟ 3 مرات. ساعتها ناخد 2 واحدة بس، وهنا ناخد 3 واحدة بس. واضرب 2 في 3 بكام؟ ب6. الستة دي لو ضربناها في نفسها 3 مرات، يعني قلنا 6 في 6 هيديلنا الناتج اللي تحت الجذر. اضرب 6 في 6 ب216. يبقى تاني، لو ادالنا الجذر التكعيبي الرقم اللي تحته كبير، اجيبه ازاي؟ احلل. اهو ال 216 على الاثنين فال 108 على الاثنين فال 54. انت بتجرب على الاثنين
نفعت معاك، هو لو كانتش تنفع كنت تقول على الثلاثه، ما تنفعش على الاربعه، بس استغربت على الاثنين نفع. فال 108 على الاثنين فال 54 على الاثنين فال 27. امسك كده 27 على الاثنين، لا مش هتنفع. خش على الثلاثه، بتاعت كام؟ بتاعت 9. 9 دي نقسمها على الاثنين ما تنفعش، على الثلاثه نفعت، قسم 3 على الثلاثه بتاعت كام؟ بتاعت الواحد. هتلاحظ ان هنا مضروب في نفسها 3 مرات، وهنا يعني العدد مضروب في او قسمنا 3 مرات على نفس العدد. هناك في الجذور التربيعيه كنا برضو قسمنا على العدد مرتين لو في الحلقه اللي فاتت. تمام. وحتى تشوف هنا الستة في ستة في ستة فعلا ب 216 ادالنا اللي تحت الجذر. تمام. تمام. تعالى ناخد مثال كمان. لو قلت لك الجذر التكعيبي لل 125، احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ مش هنحلل ليه؟ لان دي بسيطة. احنا عايزين نعرف ايه العدد اللي اتضرب في نفسه كام مرة. 3 مرات يدينا اللي تحت الجذر. والله 5. ليه؟ لانك لو قلت 5 في 5 في 5 هيدينا اللي تحت الجذر اللي هو 100 كام؟ ال 125. تعالى على مثال تاني. لو قلت لك مثلا الجذر التكعيبي، تمام، لو انا قلت لك الجذر التكعيبي لسالب 7 كل اس كام؟ 3. ديت اللي هنمشي عليها الحته اللي انا كنت عشان افهمها لك، هي دي ده المثال بتاعها. وهيندمج معاها المثال ده كمان. ليه بقى؟ هنشوف. اول حاجه لو قال لك الجذر التكعيبي لاي عدد ما بنطلع له الاشاره بتاعته. يعني اول حاجه هنعملها بسم الله الرحمن الرحيم، هنطلع الاشاره بتاعتها. السالب طلعناه بره. تمام. بعد كده هنا اس كام؟ 3. يعني مضروبه في نفسها كام مره؟ 3 مرات اللي هي 3 ان. احنا عايزين نطلعها اس ان بس. قلت لك هنعمل على ايه؟ نقسم على الثلاثه. 3 على 3 فالواحد يبقى سالب 7. على هنا لو قلت لك جذر التكعيب للايه اس 15، نفس الحوار دي اهي. جذر التكعيب ليه اس 3 ان. هو على قصده ايه 3؟ يعني العدد مضروب في نفسه 3 مرات. انا قلت لك لما تجي لك بالمنظر ده اقسم على الثلاثه، فهنا هنقوم قاسمين على الثلاثه، يبقى ساعتها الايه بكام؟ ب5. تعالى للشكل ده. لو تاخد الجذر التكعيبي لثلاثة مضروبة في 3 على الجذر نسبة 3 على 8. أنا من رأيي تعالى نحسن الشكل شوية. نحسنه إزاي؟ أهو الجذر التكعيبي. بص يا عم الحاج، عايز يعني ايه؟ يعني انا عايز احسن الكسر، بدل ما اخليه حاجتين او رقمين زي ده، انا عايز اخليه بس شرط الجذر واحده بس. اول حاجه بنخلي الثمانيه زي ما هي تحت. تمام. تمام. علشان الرقم اللي فوق ده بنعمل ايه؟ هنضرب ده في ده زائد ده. يعني ايه؟ تاني بس الاول هنضرب ده في ده زائد ده. يعني هقول 3 في 8 بكام؟ ب 24. 24 زائد 3 كام؟ 27. يبقى تاني، انا الشكل ده بالنسبه لي مش لطيف. انا عايز الشكل ده بالنسبه لي كويس. احسن الشكل ازاي؟ لو جالي الشكل ده وعايز احسنه للشكل ده، اول حاجه الثمانيه بتنزل زي ما هي تحت في المقام. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ بقول ده في ده زائد ده. ده في ده زائد ده. يعني 3 في 8 ب 24 زائد 3 كام؟ 27. بعد كده اقدر اشتغل طبيعي. هشتغل الجذر بالنسبه لده المره وبالنسبه لده المره. يعني ايه؟ يعني شرطه الكسر بتاعتي اهي. تمام. وكأن انا مش شايف الثمانيه. وكام في كام يدل، يعني ايه اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديلنا ال 27؟ 3 في 3 في 3. يبقى ساعتها تبقى الرقم كام؟ الناتج 3. وبعد كده كأني مش شايف ال 27 واشتغل على الثمانيه. ايه اللي اضربه في نفسه 3 مرات يديلنا 8؟ 2. 2 يبقى هو فعلا كام؟ الاثنين. ويلا يا بطل جرب مع نفسك ال3 مسائل دولت، ولو حاجه وقفت معاك في الصعب. طبعا تعالى اما اقول لك ازاي تحل المثال ده. مثال بيقول لك اختصر لابسط صوره. عايزين الكلام ده نحله. اول حاجه هشتغل على كل جذر لوحده. ازاي؟ يعني مثلا هبدا اشتغل على الجذر ده كانه زي ما قلنا لك هنمشي بالطريقه بتاعتنا. كان هنا مكتوب بس جذر التكعيبي لل 27. ايه العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات يدي لنا 27؟ الثلاثه. هنعمل شرط الكسر بتاعتنا اهي ونكتب فوق كام؟ 3. نرجع تاني كاني مش شايف اللي فوق واللي تحت بس. ايه هو العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات عشان هو الجذر التكعيبي؟ اضربه في نفسه 3 مرات يدي لنا ال 64 كام؟ 4. 4 في 4 في 4 3 مرات دي كام؟ 64. واكمل المسألة عادي. في تعالى هنا برضو اعمل شرطة الكسر بتاعتي اهي بالمنظر ده. خلي بالك هنا الجذر ايه؟ التربيع.
هنا الجذر التربيعي، خلي بالك من الجذور. هنا الجذر التربيعي. حلو. ايه العدد اللي اضربه في نفسه كام مره؟ مرتين، عشان جذر تربيعي يديلنا ال 64. 8 في 8 يبقى في التمانية. هنا ننزل تحت. ايه العدد اللي اضربه في نفسه مرتين يديلنا التسعة؟ 3 في 3 يبقى كام؟ 3 في مديلنا المنظر ده. أس كام؟ صفر. خدها قاعدة، أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد، ما عدا الصفر أس صفر. مفيش حاجة صفر أس صفر مش تبقى بواحد. تمام؟ طيب، أي حاجة أس صفر بكام؟ بواحد. تعال نكمل كده حل. هنقول مثلا هنا التلاتة مع التلاتة فيها الواحد، وتمانية على الأربعة فيها الاتنين، فبقى واحد في اتنين. واحد بكام؟ باتنين. تعالى ننتقل لآخر حاجة، وهي حل المعادلة. حل ايه؟ المعادلة. تمام. تعالى افكرك بحاجتين، في الجذور التربيعية وفي الجذور التكعيبية. في الجذور التربيعية كنا بنعمل ايه؟ لو كان مثلا مديك اكس اس 2 يعني اكس تربيع، وعايز الايه، كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخد الجذر اللي قدامه، يعني الاكس هتساوي جذر الايه. تمام، ده اول حاجة. طب لو عكس، بمعنى خلى ان جذر الايه، او جذر الاكس، معلش، جذر الاكس بتساوي الايه، وعايزين الاكس لوحدها، قال لك بتربع اللي قدامه. يبقى لو الاكس تربيع وعايزين الاكس لوحدها، اخد الجذر اللي قدامه. طب لو جذر اكس وعايز الاكس اللي قدامه، اربع اللي قدامه. اربع ايه؟ اللي قدامه. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجذور التربيعيه. طب تعالى بقى نتكلم عن الجذور التكعيبيه. اول حاجه، لو قال لك اكس اس كام؟ 3 بتساوي ايه، فانا عايز اجيب اكس لوحدها. عشان اجيب اكس لوحدها اخد الجذر التكعيبي للايه. هنا لما كان الاكس تربيع باخد الجذر التربيعي للايه، هنا باخد الجذر التكعيبي للايه. حلو. طب رقم اتنين، لو عكس اداني الجذر التكعيبي للاكس بتساوي ايه، عايز اخد الاكس لوحدها. علشان اجيب الاكس لوحدها اقول بتساوي ايه اس كام؟ اس 3. هنا تربيعي اربع اللي قدام الاكس، لو التكعيبي اكعب اللي قدام الايه، يعني اضربه في نفسه 3 مرات. تمام. تعالى نحل المعادلتين دول. اول معادله معانا هي بيقول لك الجذر التكعيبي الاكس ناقص 2 بيساوي 3. هو عايز طبعا الاثنين، عايز قيمه اكس بكام. تمام، ده المقصود بحل المعادله. تمام. تعالى نحل كأنها معادله عاديه جدا خالص. هنقول له الجذر التكعيبي للاكس بيساوي، هنودي دي بعكس الاشاره، فبدل ما هي ناقص 2 تروح زائد 2، 3 زائد 2. بقى الاكس التكعيبي الاكس، الجذر التكعيبي الاكس بكام؟ بخمسة. علشان اجيب اكس الوحيدة قلنا ايه؟ اكعب اللي قدامه، يبقى اكس هتساوي 5 اس كام؟ 3. يعني الخمسة مضروبة في نفسها كام مرة؟ 3 مرات. يعني 5 في 5 في 5 بكام؟ ب 125. ودي اكس اللي هو عايزها. تعالى للمسألة دي. قلت لك 3 اكس تكعيب زائد 15 بيساوي 96. عادي احلها كأنها مسألة عادية اهو. 3 اكس اس 3 بيساوي، اودي ده الناحية التانية بعكس الإشارة، بدل ما هو زائد 15 تبقى ناقص 15. يبقى 96 ناقص 15 يبقى التلاتة اكس تكعيب بتساوي كام؟ 81. انا عايز اخلي الاكس التكعيب دي لوحدها، اعمل ايه؟ اقسم على اللي جنب الاكس، اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. 3 هتروح مع التلاتة، يبقى لي اكس تكعيب بتساوي 81 على 3 فيها كام؟ 27. علشان اجيب الاكس الوحيده هي الاكس تكعيب، عشان اخليها لوحدها اخد الجذر التكعيبي اللي قدامه عشان اطير التكعيب. بقت اكس بتساوي كام؟ 3. ليه؟ 3 في 3 في 3 27. اضرب 3 في نفسها 3 مرات تديلنا كام؟ 27. معانا المعادله دي، وطبعا هو عايز قيمه اكس بكام. علشان اشيل الاس 3 قلنا ناخد ايه؟ ناخد الجذر التكعيبي اللي قدامه. هنقول اكس زائد 4 بيساوي الجذر التكعيبي للكام؟ لل 125. ايه هو الجذر التكعيبي 125؟ الا اضربه في نفسه 3 مرات يدينا اللي تحت الجذر 5 في 5 في 5. فساعتها تبقى اكس زائد 4
بتساوي كام؟ 5، لأن الخمسة ضربتها في نفس 3 مرات تدينا اللي تحت الجذر. بقت معادلة عادية، ودي الأربعة بعكس الإشارة تبقى -4. يبقى إكس بتساوي 5 ناقص 4 كام؟ 1، ودي قيمة إكس المطلوب. ويلا يا بطل جرب ال3 مسائل دولت مع نفسك، ولو في حاجة وقفت معاك اكتب لي في التعليقات. وبكده يكون الفيديو انتهى، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، ولو في حاجة وقفت معاك اكتب لي في التعليقات. وما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لنا في ربنا في ربنا مثبت أقدامهم. نشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.